رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. حابة اشكركم جدا على تفاعلكم معايا الفترة اللي فاتت، وتعليقاتكم القمر اللي بتحفزني وبتخليني عايزة اقوم اتنشط واعمل لكم فيديوهات. بصوا يعني من غير كلام كده ببقى عايزة اقوم على طول كده واعمل لكم فيديو من غير ما بحس. يعني سبحان الله، رغم ان في تعب في الفيديوهات دي بس مش بحس باي تعب عشان عيونكم يعني. وببقى مبسوطة جدا عشان انا بنفذ لكم فيديوهات اللي انتوا بتحبوها. بتبسط قوي لو حد فيكم كتب لي تعليق بيشجعني، وبشكركم على حسن المتابعة. جبت النهاردة كان بصل وبطاطس وكمان موز فراولة، وكمان كنت جايبة كرنب هتشوفوه معايا دلوقتي. وكنت جايبة شوية مشتريات برضو بالليل هنصورها مع بعض. النهاردة الفيديو بتاعنا هيكون عبارة عن فطار وسحور وكمان فطار تاني يوم. المهم بقى ابتديت ان انا ارص الحاجه كده اللي جايباها، والتربة حطيت فيه البصل وحطيت كمان البطاطس بحطهم مع بعض كده زي ما انتم شايفين. وجيت هنا على البولة دي حطيت فيها الفراولة. انا كنت صورتها لكم بعد ما خلصت لان انا كنت نسيت اصلا ان انا اصور لكم الفراولة مع المشتريات. ده كان كيلو واحد بس انا كنت محتاجاها في اليوم ده يعني، بس ما كانتش عجباني قوي. جبت كيلو واحد. هنا كانت شبطت فيها يعني فجبتها لها. بس ما كانتش عجباني قوي يعني. فاخدت السلام كده الحلوين، حطيتهم كده زي ما انتم شايفين، وحطيتهم في البوله كده. انا عايزه اقول لكم انا حطيتها كده، بس انا هرجع اغسلها تاني ومش هقدمها بالشكل ده لان اللي هي الحته الخضره ديت بيكون تحتها رمل. كمان بقى جيت هنا على شويه اللي حسيت ان هم شويه مش حلوين قوي. ابتديت ان انا اشيل الحته الخضراء اللي فوق، ابتديت ان انا اشيلها كده زي ما انتم شايفين، لان شويه دول هعملهم عصير. المهم ابتديت بقى ان انا اخلص دولت وهاخدهم على جنب، وهشيل شويه تانيين احطهم في التلاجة. ولازم طبعا نهتم بغسيل الفراولة لان هي بتبقى مليانة رمل يعني، فلازم نهتم بالغسيل بتاعها. المهم معايا كده زي ما انتم شايفين برضو الموز. انا قلت بقى اعمل النهارده شوية كوكتيل كده حلوين، وكان عندي شوية زبادي معمولين في البيت، فقلت اجرب الزبادي بالفراولة كده. على فكرة طلعت تحفة يا ولاد، بس احط له نص معلقة سكر صغيرة او معلقة سكر صغيرة، بتدي نفس الطعم اللي جاي من بره. المهم ضربتهم في الخلاط كده واشتلت الزبادي برضو، رجعتهم في الكوبايات اللي كانت فيهم وحطيتهم في نفس الكوبايات. انا عايزه اقول لكم المقطع ده هتلاقوه في الفيديو اللي فات، فهتحسوا ان الفيديو هتقولي يعني ليه الفيديو كده ان هو يعني نفس الفيديو. لا بس انا كنت اخدت المقطع ده لان كان اليوم ده كان تاني يوم الفيديو اللي هو كان فيه تنظيفات وحاجات كده، وكان فيه الفيديو اللي قبل اللي فات. ارجعوا للفيديوهات وهتلاقوهم. المهم يعني ما علينا، خلصت كده وعملت شوية عصير، زودتهم شوية لبن وعملتهم زي ما انتم شايفين كده. وكمان هنا كنت عاملة فراخ شوياها في الفرن، شوياها في الحلة بنفس الطريقة بالتتبيلة اللي كنا عاملينها الفيديو برضو اللي فات اللي قبل اللي فات. حطيتها كده على النار زي ما انتم شايفين. وطبعا انتوا عارفين ان انا بحب الفراخ بنحط لها يعني شوربه. فالمهم زودت شويه ميه كده على الصوص اللي نزل ده، وكنت عامله جنبها بسله. وهنا كمان كنت قلت اعمل شويه فراوله كده وشويه موز بشكل حلو. قدموا الحاجه بشكل حلو يا جماعه، علشان تتاكل يعني، لان بتاكل قبل البق وكده. وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. المهم جيت هنا بقى كان عندي شويه رز برضو من الاكله اللي هي بتاعت امبارح، رز المبهر اللي كنت عاملاها معاكم. فحطيتهم كده زي ما انتم شايفين، وحطيت طبقه من ده وطبقه من ده. حرام ان احنا نرمي حاجه بقى، انا كنت سخنتهم يعني وكده. فحرام ان احنا نرمي حاجه، حرام ان احنا عدنا نرمي اي حاجه يا ولاد، لان بجد الدنيا بقت صعبه وكل حاجه بقت غاليه. يعني شويه الرز اللي انت بترميهم دولت، لو كوبايه الرز يا ولاد النهارده تساوي ال10 جنيه، وال10 جنيه برضو مش بتيجي بالساهل، والدخل قليل واللي خارج كتير. فربنا يلطف بينا يا رب ويقدر كل واحد على عيشته. كل الناس ماشية بتشتكي، بس يعني أملنا في ربنا كبير إن كل حاجة ترجع زي ما كانت، لأن احنا في أيام مفترجة، وربنا يلطف بينا يا رب ويرد ضلتنا كده علينا ويرجع لنا كل حاجة زي ما كانت يا رب.
المهم هنا كان القرآن بتاع الأذان بيقول، فأنا قلت بقى أعمل الأكل كده وأخلص منه. كنت عاملة حساب هنا كمان معانا في الفاكهة وفي الحاجة، بس في اليوم ده أخويا كان عندي قبل الأذان يعني وكده، فراحت شبطت فيه يعني، فراحت معاه عند مامتي وكده. المهم بقى ايه، سبت لها طبق الفاكهة بتاعها وسبت لها العصير بتاعها عما جيت ايه شربته. دخلت على المطبخ بقى بعد اليوم العظيم ده. كان الورق ده كان مغلبني كده، وكنت حاسه ان شكله، بصوا هو انا مش مرتاحه فيه. انا كنت قاطعه الحته اللي فاتت دي، لان الفيديو اللي فات ده كان بعد ده. تمام. يا رب ما تتوهش مني بس. المهم هنا بقى اهوت، ببتدي ان انا اشيل كده. شلتها وبعدين غسلت مكانها كويس قوي، وحطيتها كده زي ما انتم شايفين. ابتديت بقى ان انا اغسل في المواعين. الفقرة الاحب الى قلبي، انا عايزه اقول لكم بخلص الفقرة ديت معاكم كده وانا بتفرج معاكم كده، بتشجع بجد والله. هي فقرة حلوة قوي وكلكم بتحبوها وكلكم كتبتوا لي تعليقات حلوة، وكمان كتبتوا لي تعليقات حلوة قوي على الانستا. بشكركم وبشكر اي واحدة دخلت كتبت لي تعليق حلو بجد. ايه الجمال ده، انتوا ناس جميلة قوي بجد. وبشكر اي حد يعني من مصر ومن خارج مصر، تعليقاتكم قمر بجد ونورتوني. اي حد جالي من الانستا هنا نورتوني، وانتوا على راسي من فوق. ربنا يخليكم ليا يا رب وما يحرمنيش منكم ابدا. طبعا المواعين دي الحاجة الوحيدة اللي مش عارفين هي بتزيد ازاي. الحاجة الوحيدة اللي بصي لوحدها كده بتتكاثر. فربنا يعيننا يا رب، يرزقنا كلنا غسالات اطباق. كلنا كده نشتري غسالة اطباق ونحط فيها المواعين بتاعتنا يا رب. المهم بقى غسلت كده وخلصت، وابتديت ان انا اغسل الرخامة كده من هنا زي ما انتم شايفين، علشان يجي عليا السحور يبقى المطبخ بتاعي نضيف والدنيا رايقه كده معايا. بغسل كده وبعدين بشد بالمساحه، وبعدين بجيب ايه قماشه كده او فوطه، ببتدي ان انا اشد بها الميه زي ما انتم شايفين. بحب اشد الميه علشان ايه ما تعملش تجمع ميه كده وتجمع بكتيريا يعني في المكان، بتبقى دمها تقيل. ما بحبش ان انا اسيب الميه كده راكنه. واول لما المواعين تنشف حاولي تشيلها على طول، لان هي بتعمل برضو بكتيريا، لو سبتيها كده بتعمل بكتيريا والبكتيريا بتتراكم. المهم زي ما انتم شايفين خلصت اهوت في ساعتها. واحنا بنقول الكلمتين يا ولاد، قومي بقى لو المطبخ مليان مواعين كده قومي تشجعي وخلصي مواعينك وخلصي حاجتك وخلصي الدنيا كده معانا وروقي مطبخك. وعايزه اقولك في ساعتها الدنيا بتخلص. مكالمه بس كده مع حد حبيبك، وما تنميش في سيره حد لان احنا في رمضان، ما تنموش يا ولاد في سيره حد. ربنا يهدينا ويهديكم يا رب. شغلي الفيديو بتاعي وانت هتتبسطي، او حط الفيديو قدامك كده وشغليه، وانتي هتخلصي المواعين بسرعة هتلاقيكي اتشجعت واتحفزت. المهم خلصت الدنيا كده وروقت، وكمان بنشف الحوض. ببتدي ان انا اغسل الحوض برضو بالسبونشة وبنشف الحوض كده زي ما انتم شايفين. وهدخل بقى انا عايزه اقول لكم في اليوم ده كنت جايبه 6 كرنبيات في رمضان. ايوه في رمضان يا ولاد. 6 كرنبيات. فضلت اعمل فيهم كده. انا عايزه اقول لكم تعبت قوي في سلقهم. خلصتهم يا بنت قمت قاعده على طول. خلصتهم وقمت قعدت عملت السحور وقمت قاعده خلاص، ما عدتش قادره بقى. تاني يوم بقى صحيت على طول قمت عاملاهم وسبتهم على البوتاجاز كده. قلت هو الجو دافي يعني فسبتهم على البوتاجاز. اقصد يعني ان الجو ساقع. المهم حطيت شويه ميه كده وحطيت فيها شويه كمون وشويه من السكر علشان يحتفظوا علشان الكرنباية تخرج الغازات اللي فيها بالكمون، وعلشان السكر يخلي الكرنب يفضل محتفظ بقوامه، اللي هو يعني ما يجلدش معاكي في الفريزر يعني. اخلص بقى واقعد كده واهدى وخلاص ان انا خلصت بقى هقعد. لا يا بنت والله قمت قايمه. غيرت اخدت شاور كده وبعدين ايه دخلت على المطبخ لقيت برضو لسه في حاجه عايزه تتعمل. عارفين هي ايه يا ولاد؟ كنت عايزه اعمل لانشون. كنت بقالي كام يوم اللانشون كان خلص بقالي يومين تقريبا، فقمت داخله عملت اللانشون كده زي ما انتم شايفينه. طبعا عملته معاكم في الفيديو اللي قبل اللي فات زي ما قلت لكم يا ولاد.
وبتقطع. شايفين على فكرة هو لسه سخن، بتسيبيه شوية خالص لحد ما يشمع، وتحس ان اللون اللي بره بقى غير اللون اللي جوه. كمان كان جوزي جايب لي كده جبنة من على الطريق وهو ماشي، جابها لي، نوعها حلو يعني، طعمها جميل قوي. المهم اخدت اللانشون كده زي ما انتم شايفين، وكان جايب لي برضو زبادي عشان السحور، حطيته وقطعت اللانشون اهوت. بصوا مش قادره استحمل، مش قادره اصبر لحد ما يخلص. عايزه اقول لكم طعمه وهم. حطيته بقى، وطبعا اللانشون ما يحلاش غير الزيتون المخلل. انا عايزه اقول لكم الزيتون المخلل ده من عند مرات عمي. مرات عمي كانت عاملاه يعني، وكانت مدياه لامي. فامي عندها اللي هو الزيتون الاخضر، كانت مخليه الزيتون الاخضر. فانا قلت لها هاخد الزيتون ده ليا، اللي هو الزيتون الاسمر ده. عايزه اقول لكم هو من الجنينه اصلا بتاعت عمي. انا عايزه اقول لكم طعمه مختلف عن اي طعم زيتون مخلل كلته قبل كده. طعمه حلو قوي يعني بجد. وكمان اللانشون برضو بحب يبقى في البيت، بالاخص يعني في رمضان بحبه على طول يبقى موجود. انا عايزه اقول لكم هو اصلا كل ما بيخلص، كل ما انا بعمله، انت زي ما انتم متعودين معايا، انا على طول بعمله. المهم حطيت الشرايح اللي هي السليمه، وقلت احط دول على السحور كده، اللي هي الشرايح المقطعه شويه، واللي كده نخلص منها بقى ايه، ناكلها في الاول. حطيتها بقى، وبعدين جبت قطعتين من الجبنه البيضه، واللي هي الجبنه التانية، والعلبة بتاعت اللانشون غطيت عليها. بس عايزة اقول لكم ما تحطهاش في العلبة غير لما تبرد خالص. انت تحطها تتشمع في التلاجة ساعة او ساعتين. بعد ما تبرد حطيها تتشمع في التلاجة ساعة او ساعتين، وبعدين خرجيها، قطعيها، وبعد ما تقطعيها حطها في علبة. طلعت زي ما بقول لكم اهوت جبنه من اللي انا برضو لسه جايباها، وكان في عسل اسود، وكان في اخر شويه من المربى اللي كنا عاملينها مع بعض، وطبق الفول القمر بقى اللي بيظبط اليوم بتاعنا وبيظبط السحور بتاعنا كده. حطيته، وحطيت عليه كمان معلقه كبيره كده من القشطه. بتودي طعم في حته تانية خالص يا ولاد، جربوها. بس ده كان وش لبن، ما كانش قشطه، بس كانت مديه طعم قمر قوي للفول. حطيتها بقى زي ما انتوا شايفين كده، وجيت هنا كنت عاملة شاي ولبن. حطيت كوباية ليا وسالم، وكوباية لهنا، وعملت كمان شاي ولبن، شاي بلبن كده، وحطيته. وكمان حطيت الشيبس ده زي ما قلت لكم. طبعا انتوا قلت لي شيبس مقاطعه، بس انا عايزه اقول لكم سهو مننا، كلنا خطائين، وساعات بيبقى باجي ابص الاقيه جاي في المشتريات يعني، الموضوع بيبقى صعب ان انا ارجعه كده، فبستعمله بقى وخلاص، بس اللي هو ببقى زعلانه من جوايا. وده كان السحور البسيط بتاعنا، وبألف هنا وعافيه. تعالوا بقى ما اقول لكم عملت ايه تاني يوم. جيت بقى على الكرنب اللي انا سايباه، كمان كان عندي كام قطفايه ديت انا اللي كنت عاملاهم. جيت بقى على الكرنب ده بعد ما صليت طبعا. جيت عليه، صحيت على طول صليت، وبعدين قمت جايه علشان اقطعه. بحب ارص كل الورق كده فوق بعضه، واحاول اخلي العرق اللي هو في النص ده بخليه في فوق بعضه برضو، بحيث ان انا هقطعه هيكون ايه مظبط. رصيت شوية كده فوق بعض، وبحب اعمل كمية حلوة يعني علشان ايه اخلص بسرعة. انا عايزة اقول لكم حرفيا الست كرنبايات ما اخدوش معايا ساعة واحدة، يعني ساعة واحدة ما اخدوهاش تقريبا، كانوا واخدين معايا نص ساعة في اليوم ده، يعني نص ساعة في ست كرنبات. فالموضوع يعني ما شاء الله يعني، ما اخدوش معايا اي وقت. شايفين الشكل والورق طالع زي المسطرة بالظبط، بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ وببتدي بقى ان انا اقطعها، وبقيس 4 صوابع، بيكون حجم صابع المحشي قد 4 صوابع، فانا بقيس بصوابعي كده زي ما انتم شايفين. وشايفين طالع عامل زي المسطرة ازاي؟ بصوا كأنكم عاملينه كده بالمسطرة. ببتدي بقى ان انا اشيله وارصه على الصينية التانية دي. وطبعا الموضوع صعب ان احنا نفضل واقفين كده ونعمل المحشي كله، فانا هعمل معاكم شوية، وبعدين هقعد اكمل الكمية الباقية وانا قاعدة. حطيت برضو الورق اللي هو المخضر شوية ده، بحب احطه في ارضية المحشي. حطيته وقطعته هو كمان، وقطعت كمان شوية اهو بعيدها معاكم، بحطهم فوق بعض زي ما انتم شايفين، واحاول اخلي الورق مساوي بعضه، علشان الورق كله يبقى قد بعض. وببتدي ان انا اشيل العرق اللي في النص اهو زي ما انتم شايفين كده، على شكل 7. شايفين الطريقة سهلة يا ولاد والله قوي، وتقدري تعملي. بصي لو معاك 50
50 كرنبايه كده هتخلصيهم بسرعه. خلصتهم على طول والله يا ولاد، ما خدوش وقت. وكمان في اليوم ده حشيت، يعني انتوا متخيلين كنت قاعده بقطع في الورق وحشيت، يعني ما خدش معايا اي وقت. حشيت حله محشي كانت من اجمل المحشي اللي عملته ودقته في حياتي. عايزه اقول لكم كان جميل جدا بجد وطعمه حلو. خلصت. جربوا الطريقة ديت في تقطيع المحشي يا ولاد، هتشوفوا الوقت. هنا انا كنت خلصت بقى، اخدتهم وطلعت قعدت بره، وشوية اللي في البولة دولت حطاهم علشان احشيهم. وعملوا معايا 6 طبخات كده غير الطبخة اللي انا عملتها في اليوم ده. 6 طبخات يعني ما شاء الله، حاجة حلوة وكمية كبيرة، وهيعملوا معايا حلة كبيرة مش صغيرة. خلصت حلة المحشي كده زي ما انتم شايفين، وحطيت لها شوية من الشوربة، ولو بتحبوا حطوا لها شوية من اللبن، انا بحب احط لها شويه لبن. وفضيت بقى زي ما انتم شايفين كده المحشي. وكمان كان في اليوم ده كانت مي معديه بقى، كانت خارجه من الدروس وكده، فخلتها تيجي تفطر معايا. طبعا شايفين المنظر بصراحه في قلبي من جوه. خلصت بقى اهوت زي ما انتم شايفين وفطرنا. بشكركم على حسن المتابعة، ولو وصلت للجزء ده ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة، وكمان تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا. بشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.